طاب مساؤكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في حديث الرياضة. هذا الأسبوع سنتحدث عن أهم إنجازات الرياضة اليمنية ممثلة بالاتحاد العام للفروسية. ونستطيع القول بأن فرسان اليمن قد حققوا ما عجز عنه الآخرون، إنجاز كبير وتاريخي للرياضة اليمنية عموما وللفروسية بوجه خاص، وهو أول لقب عالمي للفروسية اليمنية احتل به منتخبنا الوطني المركز الأول بذهبية في منافسات الزوجي، والمركز الثالث ببرونزية في منافسات الفرق، والمركز الرابع عالميا من بين 10 منتخبات عالمية لها أسماء بارزة رياضيا. هذا الإنجاز الكبير لم يأتي من فراغ، بل جاء ثمرة جهود كبيرة بذلت من الاتحاد والجهازين الفني والإداري، وفي المقدمة فرساننا الأبطال بلال الصبري وجهاد الفائق على رأسهم أيضا، وزملائهم في المنتخب الوطني الذين حققوا لليمن ما لم يكن في الحسبان بإحرازهم للميدالية الذهبية في منافسات فئة الزوجي للسيف والرمح التي جرت ضمن بطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد، والتي أقيمت بالعاصمة العمانية مسقط، واختتمت منافساتها بداية هذا الأسبوع. مشاهدينا، نرحب بضيفينا الكريمين الأستاذ محمد القيداني المسؤول الإعلامي لاتحاد الفروسية لدينا في الاستوديو، وفي الطرف الآخر اللاعب الفارس بلال الصبري بطل العالم والحائز على الميدالية الذهبية في كأس العالم لالتقاط الأوتاد. أهلا وسهلا بكم. حياك الله وسهلا. بداية أستاذ محمد، كيف تحقق هذا الإنجاز في ظل منافسات شرسة أيضا لمنتخبات قوية لها اسم كبير في عالم الرياضة، ربما استعدت بشكل أكبر وأقوى منا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في البداية دعوني أن أشكر من خلالكم قناة يمن شباب التي تابعت واهتمت وقدرت هذا الإنجاز وخصصت حلقة لتفرد ما حققه فرسان المونديال من إنجاز للرياضة اليمنية عموما ورياضة الفروسية بشكل خاص. بالنسبة للإنجاز لم يكن مصادفة ووليد ضربة حظ. الإنجاز هذا كان هو عبارة عن نتاج عمل تراكمي لسنوات. الاتحاد العام للفروسية والهجن برئاسة الشيخ حاشد بن عبد الله الأحمر عمل على أنه تطوير اللعبة بشكل تراكمي، وما زلنا طبعا في الاتحاد. البطولات التي جاءت هي جاءت وفق عمل قام بها الجهاز الفني ممثلا بالمدرب الكابتن القدير فيصل الدباء ومساعد المدرب الكابتن محمد شدان، الذين عملوا على إعداد برنامج ومعسكر تدريبي للفرسان استمر منذ بداية مارس الماضي حتى موعد السفر للمنتخب، وتم من خلال أيضا تطبيق بعض التكتيكات والتمارين الخاصة سواء بالنشان بحيث أنه يكون وصول إلى أعلى مستويات في النشان سواء بالرمح أو بالسيف لمختلف الثمان ألعاب التي ستقام عليها المنافسة لكأس العالم. استطعنا الحمد لله أنه المنتخب أنه وصل. كانت في كأس العالم كانت المنافسة قوية جدا بين المنتخبات المشاركة العشر اللي تأهلت سواء عن طريق السودان أو تأهلت عن طريق باكستان. اليمن تأهل عن طريق البطولة الدولية المؤهلة في باكستان. يعني في هناك كان يعني شيء لو كان الواحد موجود يعني مثلا خارج إطار البعثة الموجودة كان سيشعر بمعاناة المنتخب. 4 ميداليات الذي المنتخب يدخل فيها منافسة ويخوض جولة تمايز أو بمعنى حاسمة، ونخرج بجزء من الثانية أو بأجزاء من الثانية نفقد فيها الميداليات. وصل الفرسان يعني وصلوا إلى مرحلة يعني يمنعوا من الشد، لكن الحمد لله استطاع سواء عن طريق الشيخ حاشد عبد الله اللي كان موجود وكان يعمل على تهدئة الأجواء والروح النفسية للفرسان، وكذلك المدربين فيصل الدباء ومحمد شدان بصراحة بذل جهد كبير ويشكر عليه إلى أن وصلنا إلى فك العقدة، ما يسمى فك العقدة، والحصول على لقب العالم في فئة الزوجي سيف ورمح. بعدها خضنا مباراة الفرق السيف، كنا قريبين للمنافسة، استطعنا أن نحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية. الطابور الهندي خرجنا أيضا بأجزاء من الثانية لم نوفق فيه. الحمد لله حققنا أول إنجاز يعتبر للرياضة اليمنية والرياضة الفروسية بشكل خاص كإنجاز عالمي عدنا به إلى اليوم. هذا طبعا في ظل إمكانيات بسيطة للاتحاد، ليس يعني إمكانياتنا لا تقارن بالنسبة للاتحادات الأخرى. أيضا معنا
اللاعب الفارس بلال. أهلا وسهلا بك. مرحبا. أستاذ بلال، كيف استطعتم تجاوز الآخرين وفرض اسم اليمن عاليا؟ طبعا نبارك لكم الفوز، وحقيقة شرفتم اليمن بهذا الفوز والإنجاز العظيم. كما قلت لك، كيف استطعتم تجاوز الآخرين وفرض اسم اليمن عاليا؟ الله يبارك فيك أخي العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة الإنجاز هو كبير فعلا وعظيم والله، ولكن توفيق الله عز وجل هو الأساس في هذا الشيء. بالتأكيد. الحمد لله بفضل الله نحن تعبنا في التدريب، في الإعداد. أيضا اتحاد الفروسية حقيقة مقارنة بقية الاتحادات اتحاد ناجح بشكل كبير بفضل الله. تستطيع قياس نجاح الاتحاد من البطولات المحلية الداخلية التي يقيمها. عندما الاتحاد يقيم العديد من البطولات بالكثير من الدعم إلى حد كبير، يعني جوائز الأبطال الفروسية المحلية أكبر من أي لعبة أخرى، وبالتالي هذا يشكل عامل تشجيعي. كثرة البطولات يساعد في الاستمرار في اللعبة، يساعد على الممارسة للعبة، وبالتالي هذا يساعد على أنك تكون جاهز في أي بطولة خارجية. هناك بعض الأسرار البسيطة يعني في المشاركات الخارجية ستساعد كثيرا في تحقيق مراكز متقدمة بإذن الله وببساطة وسهولة، ربما نتحدث عنها فيما بعد. ولكن المنافسة كانت قوية فعلا كما أشرت. أنت تسألني ما هو طبيعة كيف كانت المنافسة وكيف انتزعنا الفوز. نعم. بفضل الله أولا، وأخيرا ثانيا الإعداد له دور كبير. أيضا الفوز لم يأتينا إلا في وقت متأخر من البطولة. حقيقة تعبنا كثيرا إلى أن وصلنا إلى الإنجاز بفضل الله. نعم. كيف كانت فترة الإعداد بالنسبة إليكم؟ فترة الإعداد جميلة، كانت جيدة وفترة طويلة، وكان هناك ترتيب للمنتخب. أيضا لم يقصروا أبدا مدرب المنتخب، المدرب الوطني القدير العقيد فيصل محسن الدبا، وكذلك المقدم مساعد مدرب المنتخب المقدم محمد محسن شذان. حقيقة بذلوا جهودا جميلة، كانوا يقفوا يعني معنا في التدريبات بين الشمس من الصباح إلى منتصف النهار. حقيقة يعني بذلنا كل الأسباب في التمرين حقيقة، وربنا أكرمنا بهذا النصر الكبير، التوفيق أن نأخذ لقب بطل العالم، لقب بطولة العالم في الزوجي بفضل الله عز وجل. أنا والكابتن القدير زميلي البطل الدولي جهاد الفائق، هذا إنجاز تاريخي. أيضا في فئة الزوجي طبعا، أيضا تحقيق المنتخب بفرسانه الأربعة، الكابتن القدير محمد حسين القملي وحمزة حزام الذبحاني وبلال أحمد الصبري وجهاد الفائق. حقيقة أن حققنا البرونزية المركز الثالث في فرق سيف، أيضا إنجاز رائع. فاتتنا العديد من الميداليات، ولكن قوة الفرق المنافسة له دور كبير، ولكن الحمد لله استطعنا أن نعمل بصمة دولية بفضل الله. نعم. ونحن بدورنا كيمنيين نشكر جميع من ساهم من مدرب وغيره للوصول إلى هذا الإنجاز. أستاذ محمد، أنتم كاتحاد معروف ببطولات، يعني هناك بطولات داخلية مستمرة، جوائز ومكافآت ربما دائما يحصل عليها الفرسان نهاية كل بطولة. هل لهذه البطولات والحوافز المادية ربما دورا فيما حصل من تحقيق للإنجاز الكبير؟ طبعا هذا شيء أكيد، والشيء الأول الذي لابد أن ندركه بأن الجوائز المالية التي يقدمها الاتحاد والجوائز المالية هي مغرية بالنسبة لبقية الألعاب، هي ليست نوع من أنواع البذخ والرفاهية، هي بقدر ما يحرص عليها مجلس الإدارة برئاسة الشيخ حاشد وبقية الأخوة أعضاء مجلس الإدارة. الهدف منها هو تشجيع الأسر على الدفع بأبنائهم خصوصا صغار السن لممارسة رياضة الفروسية ونشرها في أوساط المجتمع. هذا الهدف الأول والأساسي منها، وتوسيع قاعدة رياضة الفروسية. طبعا البطولات التي تقام على مدار العام هي بتكون يعني البطولة الواحدة عندنا مثلا من 5 بطولات تعتبر أو 3 بطولات، لأنه يوم بيقام للرمح مثلا لالتقاط الأوتاد، يوم التقاط أوتاد، يوم مثلا قفز لفئة الكبار، يوم قفز الفئة الناشئين، يوم قفز الفئة، كل يوم يعد من هذه البطولات هو بطولة بحد ذاته. عادة فترة البطولة تستمر كم أيام؟ من حدود أحيانا توصل ل 10 أيام، 12 يوم، 14 يوم بحجم البطولة، بس كل يوم تقام في منافسة يعد هو بطولة في حد ذاته، سواء من عدد الفرسان، من عدد الجوائز المالية الموجودة. الاتحاد لا يكرم الأول والثاني والثالث، يكرم ال5 الفرسان الأوائل. الهدف وهذا الهدف يصب في مصب أنه نشر قاعدة رياضة الفروسية في أوساط المجتمع وتشجيع الأسر. طبعا البطولات التي كانت تقام خلال مدار العام
تشمل منافسة التقاط الأوتاد. طبعا كان لها عائد على المنتخب، أولا من خلال استعداد الفرسان في مختلف الجهات، منح الجهاز الفني فرصة للاختيار وإعداد الفريق من خلال هذه البطولات. استطاع أنه يختار الفرسان الأقرب لتشكيلة المنتخب أو لنواة المنتخب. قام بإعداد معسكر أولي مبدئي تحضيري للمنتخب إلى الوصول إلى التشكيلة أو القائمة الأساسية التي ستكون مشاركة. دخل في مرحلة ثانية، مرحلة الإعداد الخاص وهي المرحلة الثالثة. ثم بعد ذلك توجه المنتخب إلى باكستان. في باكستان يعني من أجمل ما حصل أنه الفارس الثاني في ترتيب الفرسان جلال اليوسفي كان في المركز الثاني في ترتيب الفرسان في إجمالي النقاط. في المركز الرابع الفارس حمزة الذبحاني. السادس بلال الصبري الموجود معنا الآن عبر الأقمار الصناعية. فكنا من بين 6 فرسان أوائل على مستوى منافسة بطولة باكستان، 3 منهم من اليمن. طبعا المنتخب تأثر بلا شك بغياب الفارس المتألق جلال اليوسفي نظرا لإصابته قبل السفر بحوالي 4 أيام. أصيب بخلع في الكتف وفي التروقوة، حرمته المشاركة في كأس العالم. وكنا نتمنى أن يكون موجود معنا ضمن قائمة المنتخب، كان سيكون أيضا أداء المنتخب أفضل بكثير. وحقيقة لابد أن نشكر كافة الفرسان اللي شاركوا معنا. الكل اجتهد، الكل قدم ما لديه، واستطعنا أن نوصل لهذه النتيجة. بالفعل. نعود للفارس بلال. أستاذ بلال، هل أنت معنا؟ نعم. أستاذ بلال، هل تعتقد أن البطولات الداخلية المستمرة وربما الجوائز والمكافآت كان لها دور كبير في صقلكم لتحقيق هذا الإنجاز؟ بالتأكيد. حقيقة أنت لفتت نظري إلى مسألة مهمة في مسألة البطولة الداخلية. نعم. الاتحاد اليمني الوطني للفروسية تميز حقيقة عن بقية الاتحادات، مع احترامي لكل الاتحادات الرياضية الأخرى. تميز بإدخال فئة البراعم والناشئين والأشبال. أنت تبني قاعدة أساسية للمستقبل، فرسان المستقبل، فرسان العالم. هذا شيء حقيقة تميزوا به، وأنا أشدت بهذا الإبداع هذه اللفتة الجميلة. أيضا لفت النظر إلى بعض الاتحادات أنا، وأن نبهت بعض الاتحاد بحكم علاقاتي الرياضية أن تحذون حذو. أنصحكم بأن تحذوا حذو اتحاد الفروسية في هذا الجانب. بناء القاعدة الأساسية هي بداية بناء المنتخب الوطني القوي الذي يشرف البلد عالميا في المستقبل. طبعا كما قلت لك أن البطولات المحلية مهمة جدا، ونحن في صدد الاستمرار بها. أنا سمعت أنه منذ أن عدنا الآن من عمان من بطولة العالم بدأوا يحضرون لبطولة جمهورية. اتحاد نشيط حقيقة بفضل الله عز وجل، ثم بقيادة القيادة الناجحة للشيخ حاشد بن عبد الله بن حسين الأحمر. شهادة لله، يعني حقيقة شاب نشيط، ويعني وصلت الفروسية إلى يعني مراحل إلى مستوى العالمية بوجوده. حقيقة شيء جميل، ونتمنى فقط نقاط بسيطة جدا ستساعدنا بالارتقاء باللعبة وتحقيق كأس العالم بكل بساطة. لا ينقصنا شيء. نحن اليمنيون موهوبون بالفطرة، يعني بالرغم من عدم وجود رواتب شهرية معنا من الرياضة من هذه الرياضة بمختلف جوانبها. يعني أنا ألعب عدة رياضات ليس لدي أي عائد إطلاقا، ولكن بالرغم من كذا نحن موهوبون بالفطرة بفضل الله عز وجل. برأيك لماذا لا يوجد حوافز؟ والله هذا السؤال يتم توجيهه لقيادة وزارة الشباب والرياضة، لوزير الشباب والرياضة والمسؤولين عن الرياضة اليمنية. يعني فعلا أنا الآن أدرب الفروسية، مدرب وطني ولاعب منتخب وطني وبطل عالمي وذهبي على مستوى العالم، وحكم وطني في الفروسية، ومدرب كاراتيه، وحكم وطني في لعبة الكاراتيه أيضا، وليس لدي أي عائد من كليهما. يعني هذا شيء مؤسف حقيقة. أنا أرجو أن يتم الالتفات إلى الرياضيين. أنا لو لم أعمل في شركة يمن موبايل للهاتف النقال، الشركة التي أفخر بها، وزملائي يقومون بمساعدتي بأعمالي وتغطية عملي، لما كنت استطعت في الاستمرار. أستمر بدون عائد. أنا لدي أسرة أعيلها، لدي منزل إيجار أدفع إيجاره، ومن أين أتي بهذه الأشياء إذا لم أكن موظفا؟ فأنا مدين بفضل الله أولا لله عز وجل، ثم لزملائي في شركة يمن موبايل ولشركتي التي تساعدني في الإبداع. وشكرا. ربما نطرح هذا السؤال لضيفنا في الاستوديو. أستاذ محمد، كما قال الفارس بلال، لا يوجد مرتبات، لا يوجد مكافآت، لماذا؟ هذا خاص السؤال يوجه لوزارة الشباب، هي المعنية بهذا. يفترض أن فرصة أن رياضية المنتخبات خصوصا على أقل تقدير أن يكون لديهم حوافز مادية. نعم، أين دور الاتحاد في هذا؟ بالنسبة للاتحاد هو يوفر جوائز مغرية للفرسان،
كرم المنتخب الذي لم يكرم حتى الآن بعد تأهل لكأس العالم من باكستان ب 2 مليون ريال. منح كل فارس وصل إلى $1500 من بعض الفرص اللي حققوا ميداليتين، وهذا معروف وموجود لدى أيضا بلال الصبري. الإصابات والكذا الاتحاد يقوم بمساعدة، الاتحاد يساعد حتى في الفرسان في حال زواج أو مثلا كذا، يعني في هذا الاتحاد يقدم مبالغ مالية مساعدة للفرسان، يعني بمعنى أن الاتحاد ليس متساهل معهم أو معنى متفرج عليهم، الاتحاد يقدم ما عليه ما يستطيع عليه. كما أذكر سابقا أننا سألنا وزير الشباب والرياضة في الحلقات السابقة وقال أنه تم اختيار 4 لاعبين من الاتحادات ربما لصرف مرتبات ومكافآت لهم. لماذا لم يتم اختيار لاعبين من اتحاد الفروسية؟ والله لا أعلم بهذا الموضوع. إذا فعلا حدث هذا الموضوع ننتظر هذا الأمر، ويفترض بالأمانة أنه يكون هناك مخصص خاص، بند خاص بلاعبي المنتخبات لمساعدتهم. معروف الظروف الصعبة لدينا في اليمن، الحالة المعيشية، الرياضي لديه أسرة يعولها، العمر الرياضي يصبح قصير للاعب الرياضي في اليمن، وهذه الأسباب التي تجعل من الرياضي اليمني فترة محدودة ينقطع فجأة. كونك أستاذ محمد في الاتحاد، ما هي أبرز الأشياء التي يقوم الاتحاد بخدمة اللاعبين فيها؟ أنا ذكرت لك في السابق أنه الاتحاد يساعد بقدر استطاعته في أي مجال، أو مثلا في أي حالة إنسانية تحدث الاتحاد يمد يد المساعدة. نعم. ربما أيضا نريد أن نتحدث عن بعض الخطط لاستضافة بطولات عالمية كهذه الأخيرة. هل هناك خطط لاستضافة لدى الاتحاد خطط لاستضافة عالمية ربما مثل هذه الأخيرة؟ طبعا الاتحاد كلف قبل السفر والمشاركة في مونديال كأس العالم لالتقاط الأوتاد في باكستان، كلف رؤساء اللجان المختلفة بإعداد الملف هذا خاص باستضافة اليمن، طلب استضافة اليمن للبطولة الدولية التي ستقام في أكتوبر القادم. أعد الملف، اشتغلنا عليه كلجان سواء في التسويق، في الإعلام، في الإدارة، في السكرتارية إلى آخره. رأس اللجان النائب رئيس الاتحاد المهندس ياسر نصار والأمين العام جميل بش. عملنا على تواصل معهم من خلال التكليف الذي كلفنا به من قبل رئيس الاتحاد الشيخ حاشد بن عبد الله الأحمر. جهزنا ملف متكامل تقدمنا به في الاجتماع الذي عقد على هامش بطولة كأس العالم، قدم من قبل عضو الأمين العام للاتحاد الأخ جميل بشر، ويعد نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي، وتم قبول ملف اليمن، وبالتالي اليمن ستكون مستضيفة للبطولة الدولية التي ستقام في شهر أكتوبر إن شاء الله من العام الجاري في صنعاء. نعم، نعود إلى الفارس بلال البطل العالمي. بلال أو الكابتن بلال أو الفارس بلال، ما هي الأشياء التي تود أنت وزملائك تحقيقها مستقبلا، والأشياء التي لم تتوفر لديكم تطلبون توفيرها للارتقاء بهذه اللعبة إلى مستوى عالي؟ طبعا ما نطمح إليه بإذن الله عز وجل نعم. هو تحقيق لقب بطولة العالم بإذن الله، أن نعود بكأس العالم في الاستحقاق القادم. أيضا نطمح لأن نعود بفارس العالم، بكأس فارس العالم. هذه ليست مستحيلة بكل بساطة وفي متناول أيدينا. أعتقد من وجهة نظري وبحكم ممارستي للعبة وبخبرتي البسيطة المتواضعة، هناك 3 أشياء مهمة جدا ستساعدنا لتحقيق هذا الأمل الكبير. أولا الدعم المالي، الرواتب الشهرية لتستطيع الاستمرار بالذهاب والإياب والتنقل وما إلى ذلك، والاستمرار في التمارين وبالعطاء، هذا مهم جدا. 2 توفير خيول تساعدنا في هذه اللعبة، خيول أوروبية، خيول إنجليزية ذوات سرعة عالية، لأننا نلعب هنا في خيولنا العربية اليمنية خيول ليست بتلك السرعة،
وذوات صحة عالية. نعم ليست بتلك الطاقة العالية. وبالتالي عندما يختلف عليك الخيل من هذه النقطة، من هذه الناحية، اختلاف الخيل لا يؤثر كثيرا، ولكن يؤثر في هذه الناحية الحساسة، هذه الناحية المهمة. سرعة الخيل، يختلف عليك النشن، التقاط الهدف، التركيز، هذا يسبب اختلالات كبيرة. يعني أنا عندما عدت الآن من عمان كان معي خيل سريع هناك الذي سابقت به وحققت بها ذهبية العالم والبرونزية أيضا. عندما عدت هنا اليوم الصباح لعبت بالخيل الخاص بي، والله وجدت شيء مختلف، يعني ما بين السماء والأرض. فهذه أشياء تؤثر. توفير خيول، أنا متأكد أنه قيادة الاتحاد مثلا الشيخ حاشد الأحمر منتبهين لهذه النقطة، منتبهين لأن النقطة حساسة جدا ستساعدنا في الفوز. النقطة الثالثة والأخيرة وهي مهمة جدا، المعسكرات التدريبية الخارجية والدورات الخارجية، الاحتكاك بأبطال العالم، هذه نقطة مهمة جدا تجعلنا نجاريهم ونكون في مستوياتهم. شكرا. أستاذ محمد تفضل. بالنسبة للنقطة التي طرحها الأخ بلال، طبعا الاتحاد لديه مشروع لشراء خيول، لا زال قيد الدراسة الآن مطلوب مكلفين ناس معينين من الاتحاد بتوفير عروض أسعار الخاصة بالخيول لشرائها حتى تكون خيول خاصة في اليمن. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية، الاتحاد طبعا بحاجة إلى إمكانيات كبيرة، لأنه الاتحاد العام الفروسي هي اللعبة الوحيدة التي يشترك فيها كائنان حيين اللي هو الفارس والخيل. الفارس بحاجة إلى أدوات، بحاجة إلى إعداد، بحاجة حتى إلى نظام غذائي معين للفارس نفسه. كذلك الخيل بحاجة إلى غذاء مخصص، الخيل بحاجة إلى عناية صحية، الخيل بحاجة إلى تمرين، الخيل بحاجة إلى أدوات خاصة به وأدوات صحية خاصة به، وكلها بمبالغ مكلفة. ميزانية الاتحاد لا توفر هذا الشيء المطلوب. يعني لولا أنه يعني القيادة المحنكة للاتحاد في إدخال الجانب القطاع الخاص عن طريق التسويق، نستطيع أن نقيم هذا البطولة كلها وبهذا الحجم وبهذا المبالغ والجوائز المالية، أقولها بأمانة. فلذلك نحن بحاجة إلى لفتة كريمة سواء من خلال الحكومة ومن خلال رئاسة الجمهورية للاتحاد العام للفروسية، بحيث يكون حتى ما يلبي أدنى متطلبات الاتحاد التي نستطيع من خلالها ننافس ونستمر في المنافسة الفرق الأخرى. مثلا على سبيل المثال في بطولة العالم التي أقيمت الآن، الفارس السابع في ترتيب فرسان العالم من اليمن حمزة الذبحاني برصيد 173 نقطة ونصف اللي جمعها على مدار البطولة. هذا إنجاز للفارس أنه يكون من ضمن العشرة الفرسان الأوائل. إنجاز للرياضة الفروسية، إنجاز للرياضة اليمنية. فبالتالي لابد هنا إذا لم يكن هناك تكاتف ما بين القطاع العام والقطاع الحكومي وأيضا مساهمة من القطاع الخاص في دعم المبدعين، دعم الرياضيين، لا يمكن أن تحقق شيء في ظل ما يوفر سواء للدول الأخرى أو للفرق أو للمنتخبات من مبالغ مهولة ومعسكرات وإعدادات وشراء خيول بالهبل. يعني أشياء يعني تنذهل، تقول الحمد لله نحن لا زلنا موجودين. يعني حقيقة هذا الإنجاز يعتبر إنجاز قوي رغم ضعف الإمكانات ورغم قلة الموارد أيضا. سبحان الله، يعني إذا كانت الإمكانيات أكبر ربما نستطيع أن نحقق أكثر من هذا الإنجاز. نعود إليك كابتن بلال. نعم كابتن بلال، مرحبا. رسالتك إلى وزارة الشباب والرياضة وكلمة أخيرة تحب أن تقولها. نعم، هي الرسالة واضحة وسهلة، الاهتمام بالرياضيين معنويا وماليا، هذه فقط، وتدريبيا وفنيا وما إلى ذلك. كلمة الشكر أو الكلمة الأخيرة التي أريد أن أوجهها هي كلمة شكر وأيضا إهداء، الإهداء أولى بالنسبة لي وأفضل. أنا أهدي هذا الفوز لوالدتي العزيزة حفظها الله، يعني بصفة شخصية، أيضا أهديها لروح والدي الطاهرة، أهديها أيضا لإخواني وأخواتي، أهديها للعم صالح علي حاتم رحمه الله، أول من دربني على ركوب الخيل وعلى الفروسية. أهديها لكافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، العرب منهم خصوصا. أهديها للشعب اليمني الطيب، أهديها لجميع فرسان اليمن، أهديها لفرسان الكلية الحربية زملائي على وجه الخصوص وقيادة جناح الفروسية وإدارة الكلية الحربية. أهديها لزملائي بشركة يمن موبايل للهاتف النقال الذين يقفون إلى جانبي باستمرار. أيضا أهديها لزميلي الفارس البطل الدولي الذهبي العزيز جلال اليوسفي شفاه الله. أهديها لفرساننا الأعزاء في المنتخب، لفرسان الاحتياط الفارس حسن الملحاني، الفارس بكيل اليمني. أهديها للإعلامي القدير
الموجود معكم في الاستديو محمد القيداني المتميز صحفيا وإعلاميا، أهديها لأخي العزيز الراعي لخيولي أثناء غيابي الأستاذ يوسف أبو طالب. في الأخير أشكر اتحادنا للفروسية وأهدي لهم أيضا هذا الفوز. أشكرهم أنهم كانوا الوحيدين الذين تميزوا بتكريمنا عند تأهلنا لكأس العالم. لم تتشرف أي جهة بتكريم فرسان اليمن لتأهلهم العالمي الدولي لكأس العالم، تشرف فقط اتحاد الفروسية في هذا التكريم. في الأخير أشكركم جميعا، أشكر قناة شيلان شباب على هذا الاستضافة. أشكركم. نراك ترتدي الميداليات الذهبية ربما والبرونزية أيضا. نعم. هل يمكن أن توضح لنا أكثر؟ نعم. هذه الميدالية الذهبية بطولة العالم كأس العالم في فئة الزوجي في عمان التقاط أوتاد. أما الميدالية البرونزية أيضا في كأس العالم، هذه الميدالية البرونزية حققنا فيها المركز الثالث في رقي سيف. أما هذه الميدالية فهي الميدالية الذهبية وبطولة باكستان الدولية للفروسية التأهيلية لكأس العالم في فئة قطع الليمون وطعن الوتد، وأتشرف بتحقيق هذه الميداليات بفضل الله عز وجل، وفقني الله بها ومزيدا من التوفيق، وأهديها كما أخبرتك لمن ذكرتهم، أهديها لكل من يستحق الإهداء. نعم، كل هذه الإنجازات مشاهدينا، ووزارة الشباب والرياضة لم تقم بواجبها تجاه هؤلاء اللاعبين الذين يشرفون اليمنيين. أستاذ محمد، كلمة أخيرة. حقيقة لابد أن نوجه كلمة شكر للإخوة في كلية الشرطة والكلية الحربية ونادي العاصمة الذي يقيم لديهم المعسكرات التدريبية للمنتخب. هذا أولا. ثانيا لفرسان منتخب البعثة الإدارية والفنية والفرسان على ما قدموا، ولكافة وسائل الإعلام التي تفاعلت معنا سواء كان إعلام مقروء أو مسموع أو مرئي من خلال تغطيتهم للحدث لحظة بلحظة. نعم، إذا نحن بدورنا نشكرك أستاذ محمد القيداني المسؤول الإعلامي لاتحاد الفروسية، وأيضا نشكر ضيفنا الفارس بطل العالم الرابع بلال الصبري والحائز على الميدالية الذهبية لكأس العالم لالتقاط الأوتاد، ونشكر حقيقة جميع وكل من ساهموا في هذا الإنجاز الكبير الذي ربما حقق لليمن، وهي فعلا بحاجة إلى إنجازات عظيمة ربما لنستطيع أن نصنع ولو القليل إلى بلدنا، ربما من الناحية الرياضية على الأقل. مشاهدينا، نلتقي بكم في حلقات أخرى وإنجازات بإذن الله أخرى. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.